أعزائي المشاهدين، في أول ظهور لي بعد فترة اختفاء طويلة وعقب استقالته من تدريب نادي الزمالك، سعدني شرفني أن يكون معي زميلي ومدرب منتخب مصر السابق ونادي الزمالك السابق كابتن إسماعيل يوسف. كابتن إسماعيل منور، ازيك؟ يا ربنا يخليك كابتن أحمد، منور. وحضرتك أكتر. إيه الاختفاء ده؟ ما هو دايما كده لما بيبقى في بعض الأمور اللي بحاول أفكر فيها أو بتخذ فيها قرارات بأثر الابتعاد، يعني على أساس إن يعني تفكيري ما يتشوش في أي حاجة أنا كنت عايز أعملها. هل قصة إن أنت بتاخد قرارات واختفائك أحيانا بتوقعك في أخطاء زي ما حصل واتهامك لبعض من لاعيبة نادي الزمالك العقاقير المحظورة والجبن ان هم بيخافوا من المباريات واتهامات كثيرة جدا على لسان اسماعيل يوسف؟ الحقيقة يا كابتن أحمد الموضوع يمكن أنا كنت مستاء جدا من الجزء الأخير اللي اتكلموا فيه ان أنا اتهمت اللعيبة شخصيا بالعقاقير، لكن الحديث كباكج كله على بعضه واحنا اتكلمنا في حاجات كتيرة جدا جدا. والسؤال اللي قبليه كان على تعليقي على التيشيرتات اللي كانوا لابسينها لعيب الفريقين في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان انا وجهة نظري طبعا دي حاجة كويسة جدا حصلت، انما القدوة والمثل ان احنا نقتدي باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. وعدم اغضاب ربنا سبحانه وتعالى كجزء رياضي احنا شغالين فيه، ان احنا كل ما يؤثر على صحتنا وصحه لعيب الكوره ان هي ما نعملهاش، لكن فسرت يعني الجزئين قبليها يا كابتن احمد ارضاء الله سبحانه وتعالى. الكلام انت قلته في موقع ولا قلته فين؟ قلته في حديث في حديث انما فهم ولا في موقع ولا يعني فهم وفسر على حسب الناس ما هي عايزه، لكن حديث حوالي ساعة وساعة ونص احنا اتكلمنا في حاجات كتيرة جدا جدا. حديث في موقع، حديث في جورنان ولا حديث في جورنان انما انا اعلم تماما في الجزئية ديت برضو عشان احقاقا للحق قبل ما نخش على النقاط الاخرى ان نادي الزمالك نادي كبير يا كابتن احمد. وجهازه وجهاز كبير، سواء الجهاز الفني اللي كان موجود او الاداري او الطبي. فشيء طبيعي جدا. وحضرتك عارف في الكوره احنا بنلعب في بطوله افريقيا. بطوله افريقيا بدايه لعبنا 12 مباراه بدايه من يانج افريكانز مرورا افريكا سبور لافريكا سبور المغرب الفاسي لمباريات المجموعات. ونعلم تماما ان في تحليل منشطات منشطات وانا كنت موجود. ولا حاله جت ايجابيه بالنسبه للاعيبه نادي الزمالك في هذه المرحله وفي تاريخ نادي الزمالك بقى ككل. ولا حاله منشطات. السؤال اللي انا ممكن اساله لحضرتك وهقول اجابته دلوقتي، يعني انت لو سالتني يا كابتن احمد دلوقتي هل انا قلت في الحديث لعيبه نادي الزمالك بتاخد منشطات وبتاخد كلام؟ لا مش طبيعي. لا لعيبه نادي الزمالك انا بقولها على الملأ لا ما بتاخدش منشطات. ولو في حاجه من دي انا كنت هطلع اقول وعندي الجرأه ان انا اقول. طب ليه يعني ليه مع انه اللي عامل الحوار صديقك يعني؟ لا ما هو هو في الكلام انا قلت الكلام دوت بس ما قلتش لعيبه نادي الزمالك. ما جبتش سيره لعيبه نادي الزمالك. يعني قلت في لعيبه بتاخد منشطات في مصر؟ لا ما كابتن احمد اصل انت بس بتقول انا قلت الكلام ده فالناس تفسر. لا الموضوع ايه؟ الموضوع يعني جاي في سياق سؤال ان احنا الموضوع ما يبقاش ده اللي هو نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه ده السؤال اللي زائد بقى ايه؟ ان احنا نجتهد في عملنا عشان ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان احنا نجتهد ما نغضبش ربنا وما نغضبش الرسول، ما ناخدش حاجه تضر صحتنا عقاقير. ده مفهومي في القصه. طب هم قالوا ان انت حددت 3 لعيبه في الزمالك. لا الكلام ده مش مظبوط، غير صحيح. لا خالص خالص يا كابتن احمد. طب هل انت قلت انه في لعيبه بتغضب ربنا من الاخر، يعني لعيبه لها علاقات نسائيه، لعيبه بتشرب، انا بتكلم عامه يا كابتن احمد. انا بتكلم عامه برضو عايز اوصل الكلام كسلوك عام يعني كسلوك عام يعني انا ازاي تقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام يعني بالجوهر مش بالمنظر. المنظر زائد الجوهر، انما هم لا في خلال الفتره دي كلها يا كابتن احمد. يعني انت طول فتره وجودك في نادي الزمالك ما فيش حاجه حصلت منك يا كابتن خالص؟ لا خالص. وانا بقولها على الملأ عشان اللعيبه تبقى عارفه. لان كمان ايه يا كابتن، ولا من طبعي ولا من اخلاقي يا كابتن احمد، انا مشيت من نادي الزمالك في هدوء تام وفي مصالحه مع النفس ومع الجميع. يعني مفيش، يعني مش ماشي بسبب مشاكل مع لعيبه
او مجلس اداره او وانا اعرف أو ان انت جهاز بالتحديد فني. علاقتك مع اللعيبه كويسه جدا جدا. يعني ارجو ان الجزء ده يعني ايه، هل حد يفهم. من اللعيبه كتب عنك انك لا او ما كانش يجب ان انت تقول الكلام ده؟ هل حصل؟ لا 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 خالص. لا هم عارفين ان انا يعني لا اقصد، يعني مش المفهوم اللي وصل مش مظبوط. وبرضه تنويه ان انا بقول ان كويس. ده كلام كويس حضرتك بتوضح يعني انه يعني مش معقول طبعا واحد عميد لاعبي العالم زي الكابتن احمد حسن، راجل عميد لاعبي العالم يعني يدعب واحد ومجموعه كبيره جدا من اللعيبه اللي هي هم على قالوا انت مستوى عالي خصيت جدا. ثلاثه، احمد حسن وعبد الواحد، كان مين الثالث بتاعهم؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش على لساني كتب الكلام ده، انا ما يعني ما تابعتش. لا لا طبعا الكلام ده. واحمد حسن بالتحديد ده بيعمل كل يوم تحليل منشطات، يا لانه ريت كل اللعيبه زي الكابتن احمد حسن. يا ريت كل اللعيبه زي طبعا في التزامه وفي اخلاقه وفي ادبه وفي اجتهاده طبعا. احمد حسن حاجه جميله في حياه نادي الزمالك حقيقي. يعني انا عاشرته عن قرب لما كان لعيب بيلعب معايا، وعاشرته اكتر لما جه نادي الزمالك. لا احمد حسن حاجه جميله جميله يعني. انتوا دلوقتي كتبتوا كلام تاني هيتاخد على الكابتن اسماعيل، راجل عمال يقول لك انا ما قلتش وما عملتش وما خليتش، رحتوا انتوا واخدين كلمتين كاتبينه نصرة رسول الله تكون بالاقتداء وليس بالكتابه على القمصان. هي الكتابه على القمصان مش وحشه برضه، يعني لما اوصل رساله العالم كله مش وحشه يعني. ده لكن الراجل بيقول كلام، بيقول ان انا لا اتهمت حد ولا قلت حد، واتكلم على احمد حسن بشكل جيد، وقال لعيبه الزمالك بيعملوا تحليل منشطات في 12 مباراه، وان طوال فتره وجوده في نادي الزمالك ما حصلش حاجه من دي، وانه سعيد بالفتره اللي قضاها. انا كسبت كل الكلام ده، والراجل قال انا ما كنتش اقصد كده. خدتوا الكلمتين دول كتبتهم في يعني انتوا جايين ايه تلبسوه تهمه ولا ايه؟ يعني برضه حاجه غريبه. ما اللي بيكتب يخلي باله فوق يا جماعه. يعني كويس ان عيني بس بتاخد بالها من اللي موجود ده. انا حتى بعيد يعني الحمد لله الواحد لسه بيشوف لحد دلوقتي، فالناس فوق بس اللي بتكتب تاخد بالها. يعني احنا بنشيد بيكم على طول، فنخلي بالنا. يعني والراجل قال انه جميل ان احنا نقتدي مش بالقمصان بس، لكن لما القمصان والرساله تصل للعالم كله يبقى شيء جميل.